ازيكم يا كل اصحابنا. هنشوف دلوقتي الحدوته الحلو. ما تنسوش تعملوا لايك من الصباع اللي فوق، اشتركوا في القناه بالكلام الاحمر اللي موجود تحت الفيديو. شايف يا سيمبا يا حبيبي المملكة دي كلها؟ ايوه يا بابا، دي مملكتنا جميلة جدا. انا عارف ان هي جميلة يا حبيبي، بس انا حابب ان انا اقولك ان انت هتبقى الملك على المملكة من بعدي. لو انا جرالي اي حاجة انت اللي هتبقى الملك. ربنا يخليك لينا يا بابا، بس انا مبسوط قوي ان انت جبتني هنا وبتقولي الكلام ده. سيمبا بتعمل ايه عندك يا سيمبا؟ ما تيجي يلا تلعب معايا. العب معاك ايه بس يا اردون؟ ده انا بابا قال لي امبارح ان انا هبقى الملك بعديه، ووقفني فوق تل الجبل ووراني ان انا هبقى الملك على المملكة دي كلها. طيب ما احنا عارفين ان انت هتبقى الملك، ايه الجديد يعني؟ تعالى يلا نلعب. ماشي، هبقى اجي العب معاك كمان شوية، بس دلوقتي اروح اشوف فين عمو سكار عشان افرحه ان انا هبقى الملك. ده هيفرح لي جدا، ده بيحبني قوي. وبعدين بقى انا النمر الابيض، انا اقوى نمر. ازاي انا مبقاش ملك الغابة ويتحكم فيا ابو سيمبا ده وكمان ابنه سيمبا؟ بعدين هو هيبقى ملك الغابة؟ لا، انا لازم اشوف حل في الموضوع ده، لازم اتصرف، مش هسكت. بتشيل حديد؟ طيب انا هشيل زيك. ايوه يلا فلفل. يا لهوي وقعت. هحاول اشيل تاني. يا لهوي وقعت، يخرب بيتك. طب بصي انا هلعب ملاكمه بقى. بصي بقى يا نمله يا نيانتي، بقولك ايه، ما هو في الغابه دي يا نيانتي. يا سكار، شكلك هتفضل حزين وهتعيش حزين وتموت حزين. مراتي حبيبتي سابتني ومشيت وقاعد لوحدي، مش عارفة اعمل ايه، عايز حد يسليني. اعمل ايه يا ربي؟ مش كفاية مش انا هبقى ملك الغابة، هيبقى الواد الصغير اللي اسمه سيمبا الأزعة ده هيبقى ملك غابة وانا لأ. اعمل ايه يا رب؟ ايه ده النمر الابيض جاي عليا ليه؟ ده عايز مني ايه يا دب؟ انا جاي لك مخصوص في موضوع مهم. انت الوحيد القوي اللي في الغابة دي، لازم نحارب ابو سيمبا انا وانت. لازم يا انت نبقى ملاك الغابة. بص يا نمر يا ابيض، انا مش عايز مشاكل مع ابو سيمبا. انا عايش ومرتاح في الغابة بالمنظر اللي انا فيه ده. انت بقى مش مرتاح، دي مشكلتك انت. ممكن تمشي من قدامي؟ انا مش عايز احارب ابو سيمبا ولا غيره، انا عايش مرتاح. عايش مرتاح؟ طيب مع السلامة، هروح اشوف حد غيرك يساعدني في اللي انا عايزه. خدي هنا، خدي هنا، لازم امسكك. ايه ده؟ تيمون وبومبا بينادوا عليا. يا ترى عايزين ايه؟ سيمبا تعالى هنا، خد، عايز العب معاك، يلا تعالى. ايوه يا سيمبا، سيبك من اللي انت بتلعب معاه ده وتعالى العب معانا. ايه يا تيمون، ايه يا بومبا؟ بقول لكم ايه، انا مش هينفع العب معاكم كتير عشان انا رايح عند عمو سكار، بس ممكن نروح نتمشى مع بعض على الجسر. يلا بينا. هكون متاتا هكون متاتا. عمو سكار، انا جايلك مخصوص عشان افرحك بالخبر اللي بابا قالهولي امبارح. انا عارف ان انت بتحبني جدا وهتفرح لي جدا. خير يا سيمبا يا ابن ملك الغابة، جايلي ليه؟ عشان اقولك ان بابا امبارح طلعني فوق التل وقال لي بص، الغابة دي كلها، كل المملكة دي انت اللي هتحكمها يا سيمبا. جه في دماغي بقى ان انا اعرف انت هتعمل ايه لما انا احكم الغابة. هبيع بليلة يا سيمبا، هقف على أول الغابة كده وقف أقول فول بليلة. ايه رأيك يا سيمبا؟ دمك خفيف جدا يا عمو سكور، انا بحب اجي اقعد معاك جدا عشان بجد انت بتقول كلام بيضحكني جدا جدا. بضحكك؟ طب روح يا حبيبي، روح لحسن باباك بينادي عليك، انا سامع صوته. روح لمامتك، يلا يا سيمبا امشي من هنا. يا حبيبي يا عمو سكور، انت شكلك خايف علي. ماشي، انا هروح لبابا، هاجيلك تاني يا عمو سكار. باي باي يا حبيبي. عامل ايه يا حكيم؟ انا جيت عشان اطمن عليك. انا كويس يا ابو سيمبا. سيمبا عامل ايه؟ سيمبا عند سكار، انا جيت عشان ابلغك يا ملك سيمبا. انا طرت فوقيه مرتين وهو ما خدش باله مني، كان عمال يتكلم مع سكار. سيمبا عند سكار؟ ما قاليش ان هو هيروح هناك. ماشي يا سيمبا، لما اشوفك. انا قلت له كذا مره ما يروحش لسكار. خد بالك منه يا ابو سيمبا، سكار شرير وممكن في مره يعمل حاجه وحشه في سيمبا.
خد بالك منه وحذره. ايوه طبعا انت عندك حق يا حكيم. انا دلوقتي هروح اشوف سيمبا راح فين ولا ايه، وبعدين هحذره هقوله ما يروحش لسكار تاني. مبروك يا ملك الغابة. لا انت عرفت ان انا هبقى ملك الغابة، هبقى احلى منك. احلى مني. مفيش احلى مني يا حبيبي. طب كده هسيبك وهجري. اجري يا سيمبا وانا هجري وراك. مش هتعرف تمسكني. ايوه كده انا بقيت قوي. لازم ادور على سيمبا اشوفه فين واقول له انا اتعلمت ايه وازاي هيبقى قوي زيي. لازم اروح ادور على سيمبا. سكار انت هنا؟ ده انا قالب عليك الغابة اما اقعد، ده انا عايزك في حاجة ضروري. ايه يا نمر يا ابيض، من امتى يعني بتعوزني ولا عايز تتكلم معايا؟ لا 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 ما تقولش كده يا سكار. طيب يا سيدي عايز ايه بقى؟ عايز اقولك ما تيجي تحط ايدي في ايدك يا سكار وننتقم من اخوك نفاسة ده اللي واخد الحكم منك. انا عارف ان انت ما بتحبوش. ما بحبوش جيت على الجرح، والانتقام من نفاسة سهل جدا. اقول لك على حاجة، تعال نخطف الواد سيمبا. انا هروح انادي عليه واقول له خد هنا يا سيمبا، واول ما يمشي ويجي معايا اديهولك وانت بقى تخبيه في الكهف بتاعك، وبكده ينفع ننتقم من نفاسة. يا سلام عليك وعلى افكارك، برافو عليك يا سكار. روح يلا يلا بسرعة نادي وانا هستناك عند الكهف بتاعي. اما اروح بقى اشوف فين صحابي عشان العب معاهم واكمل اليوم الجميل معاهم. ايه ده؟ سيمبا مين اللي بينادي عليا هناك ده؟ ايه ده؟ عمو سكار، انت اللي كنت بتنادي عليا يا حبيبي؟ ايوه يا حبيب عمك، ايوه يا روحي، ده انا جايلك مخصوص يا سيمبا عشان اخدك معايا واوريك الحاجة الجميلة اللي انا جبتها لك. بجد يا عمو سكار؟ طب يلا بينا، يلا تعالى وريني ايه اللي انت جبتهولي. بس يا عمو سكار ده مش طريق بيتك، احنا كده رايحين فين؟ امشي بس يا حبيب عمك سكار وهتعرف دلوقتي احنا رايحين فين. ازيك يا طنط ام سيمبا؟ امال فين سيمبا؟ انا من الصبح قلبت عليه الغابه وسالت تيمون وبومبا، قالوا لي شفناه شويه ومشي، وكل شويه اسال بقيت اصدقائنا ومحدش شافه. هو فين؟ مش عارفه والله يا فلافير، انا كنت قاعده هنا يا حبيبي بعمل الاكل. زمن عمك ابو سيمبا جاي وهنعرف هو فين. طيب عن اذنك انا، ولما يجي بقولي له فلافيلو سال عليه. ابو سيمبا كويس ان انت جيت. سيمبا فين؟ كل اصحابه عمالين يسالوا عليه ومحدش لاقيه من الصبح. هو فين؟ مش عارف. يا نهار ابيض، لا يكون جرره حاجه. انا عرفت ان هو راح عند سكار، لا يكون سكار الشرير عمل له حاجه. انا هجري بسرعه واشوفه فين. سيمبا سيمبا سيمبا، انت فين يا سيمبا؟ ده صوت ابو سيمبا بينادي على سيمبا. يا نهار ابيض، لا يكون النمر الشرير ده عمل له حاجه. لا انا لازم اروح اشوف فين ابو سيمبا واحكي له ان النمر الشرير جالي وقال لي ان هو عايز يتآمر عليه. انا لازم اشوفه فين، لا يكون هو اللي خطف سيمبا. ابو سيمبا كويس ان انا لقيتك. انا سامعك بتنادي على سيمبا، بس حصلت النهارده حاجه ضروريه جدا لازم ابلغك بيها. ايه حصل؟ ايه؟ شفت سيمبا ابني؟ شفته؟ راح في حته كده ولا كده ولا ايه اللي جراله؟ احكيلي احكيلي. لا انا ما شفت سيمبا، بس انا جالي النمر الابيض وقال لي تعالى نتآمر على ابو سيمبا ونخليه يسيب المملكه او ننتقم منه. لكن انا قلت له ان انا بحبك وان مفيش عندي مشاكل معاك، فممكن احتمال كبير يكون هو اللي خاطف سيمبا. ايوه ماشي، شكرا ليك يا دب. انا دلوقتي هروح ادور في بيته هناك، لو لقيته عنده همسك النمر ده وهحبسه في السجن ان شاء الله. يعني انا هفضل محبوس هنا كده ولا ايه؟ خلاص ولا ايه؟ يا لهوي، النمر الشرير ده هيعمل ايه فيا؟ لا انا لازم اما اطلع من هنا اتعلم ازاي ابقى قوي وازاي ادافع عن نفسي. كده يا عم سكار، كده تسلمني للنمر الشرير. سيمبا ابني حبيبي، كويس ان انا لقيتك يا حبيبي. انا دلوقتي سجنت النمر الشرير، ما تقلقش يا حبيبي وما تخافش ابدا. يلا يا حبيبي تعالى نروح. شكرا يا بابا ان انت انقذتني من النمر الشرير ده، شكرا ليك. بس على فكرة عم سكار هو اللي ضحك عليا وهو اللي جابني هنا. سكار؟ يا سكار يا شرير، ماشي انا هسجنه هو كمان. شفت يا سيمبا ان سكار ما بيحبكش زي ما انا قلت لك؟ شفت يا بابا وصدقت كل كلامك،
أنا بعد كده هصدق كل كلامك ومش هصدق حد تاني غيرك، وزعلان جدا إن عمو سكار ما كانش بيحبني.